اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟ ارتفعت أسعار البنزين على مختلف أشكاله. رفع أسعار المواد البترولية في وقت مبكر من اليوم من دون أي تنويه مسبق. أنا لا هقول لك أصله البرميل بقى بكام وهو بره، وأقول لك في دولة أوروبية هو بكام وعندنا لا. صحينا من النوم على زيادة أسعار البنزين في مصر الساعة 2 صباحا بتاريخ 2 مارس 2023. من المفترض ان لجنة تسعير المواد البترولية بتزود اسعار البنزين وبتعمل اجتماع كل 3 شهور عشان تتناقش في الزيادة. حالتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، شويه كسور على تربانه على كام جزع على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. فخليني اقول لكم اسعار غلاء البنزين في اخر 10 سنين. يلا بينا يا عم على النقل. يعني عندك مثلا في 2013 كان سعر البنزين ال 80 ب 90 قرش، وال 95 ب 2 جنيه 75 قرش، وال 92 بجنيه 85 قرش، والسولار بجنيه و5 قرش. عشان يغلى في 2014 يوصل ال 95 ل 6 جنيه وربع، وال 92 ب 2 جنيه و60 قرش، وال 80 بجنيه و60 قرش، والسولار بجنيه و80 قرش. شبه حب العزيز الربع بقرش، حلو ولذيذ. الربع بقرش. يقوم يعلى تاني في 2016 ال 80 ب 2 جنيه 35 قرش، ال 95 ب 6 جنيه وربع، وال 92 ب 3 جنيه ونص، والسولار ب 2 جنيه 35 قرش. وبعدها في 2017 يوصل لتر البنزين ال 80 ب 3 جنيه 65 قرش، وال 92 ب 5 جنيه، وال 95 ب 6 جنيه و60 قرش، والسولار ب 3.65 قرش. خلاص ده انت غيري سقام خلاص. يوم في 2018 يزيد سعر البنزين ال 80 ب 5 جنيه ونص، ال 92 ب 6 جنيه 75 قرش، وال 95 ب 7 جنيه 75 قرش، والسولار ب 5 ونص برضه. وفضلت الزيادة من 2018 ل 2022 تزيد بطريقة بسيطة قوي، عشان في 2022 يبقى ال 92 ب 9 جنيه وربع، وال 95 ب 10 جنيه 75 قرش، وال 80 ب 8 جنيه، والسولار ب 7 جنيه وربع. بالرفق واللين والهوادة والمحبة والأبوة. وبالمناسبة في 2022 البنزين زاد علينا 3 مرات. مرة في شهر يناير زاد ربع جنيه، وفي شهر ابريل زاد ربع جنيه، وفي شهر يوليو زاد نص جنيه. اوعى يلا انتوا كلكم عليا. ايه فموضوع الزيادة ده احنا متعودين عليه، يعني هو كل سنة بيزيد، بس ايه اللي اختلف السنة دي؟ ان الزيادة السنة دي وصلت ل 10% دونا عن كل السنين اللي فاتت دي كلها. انت طولت كده ليه يا هز؟ عشان يبقى لتر البنزين ال 80 يكون ب 8 جنيه يروح رايح ل 9 جنيه الا ربع، وال 92 يكون ب 9 جنيه وربع يوصل 10 جنيه وربع، وال 95 يكون ب 11 الا ربع يوصل 11 ونص. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ فخلينا اتكلم معاك شويه عن الحلول. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. احنا بنتقسم لنصين، نص مع عربيات والنص التاني معهوش عربيات، اللي انا منهم. يا عم في جاني، احنا معانا فلوس اصلا نعدي بيها الشارع. فانا هتكلم عن الجزء بتاعي. انا مثلا لو انا رايح مشوار طويل فطبيعي جدا هيبقى قدامي حاجه من الاتنين، يا هركب مواصلات يا هركب تاكسي او اوبر. وصلني بايه يا حسره؟ تاكسي؟ ما انت لو كنت اشتغلت معايا في الشركه الالمانيه من زمان كان زمانك دلوقتي معاك عربيه. ففي الظروف اللي زي دي انا عاده بركب مواصلات، لكن لو انا واصحابي مثلا متجمعين فطبيعي جدا هنطلب اوبر. ليه؟ مش مساله توفير على قد ما احنا ممكن ما نلاقيش اماكن في المواصلات. يا دي النيل قروا بقى على العالم. واوقات كتير جدا لو المشوار قصير عامل مثلا كيلو 2 كيلو فعاده انا ممكن امشي. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النعش طاير. وهنا نيجي على الناس اللي بتركب عربيات. كده صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول قاعدة توفر بيها بنزين وانت سايق هي طريقة سواقتك. انت عارف ان انت لو مشيت الطريق دوت على 100 ونفس الطريق ده مشيته على 130، ال 130 دي هتاخد معاك زيادة في البنزين؟ طب انت عارف ان انت لو داخل على اشارة وجاي بسرعة جدا ورحت دايس فرامل مرة واحدة وبعد ما الاشارة فتحت رحت دايس بنزين مرة واحدة، ده بيستهلك معاك بنزين اكتر. ففي الحالة اللي زي دي نعمل ايه؟ عادي جدا انا ماشي شايف الاشارة من على بعد اهدي، وبنفس الطريقة اللي هديت بيها هي الطريقة اللي هطلع بيها. سكرانه يمين. وفي معلومة تاني كده بربع جنيه، انت عارف ان انت لو الجو حر وعاوز تشغل التكييف بس خايف من موضوع البنزين انك لو شغلته على 1 ومشيت على سرعة عادية مش عالية
مش هياخد معاك بنزين ولا حاجه. ايه ده بس بالسهوله دي؟ واخر نقطه لموضوع العربيات، انا افضل ان انت مثلا لو عندك مشوار صغير ممكن تتمشاه او ممكن تركب له مواصلات، فده يفضل لك انك تركن العربيه، لان انت كده هتوفر وهتقلل في الزحمه وكمان هتوصل مشوارك اسرع. صدقني خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم. مالها المناقشه؟ لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده. طبعا الحلول دي هي مش حل للازمه ولا حاجه، انا راجل ولا بفهم في الاقتصاد ولا بفهم في العربيات. انا عايزك وانا جنبك دايما تحس بالامان. اربط حزام الامان. بس انا بحاول اوفر على قد ما اقدر عشان اعرف اعيش مبسوط، وطبعا رايك يهمني، سواء انت بقى بتركب عربيات او بسكليتة مش هيفرق لي. وطبعا انت رايك يهمني، فانا هستنى رايكم في الكومنتات تحت، وما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه؟